مرحبا أحبائي في فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون عبارة عن كيكة المكسرات، كيكة البندق. وصفة كتير طيبة، بين قوسين كتير سهلة، كيكة مغذية جدا. نسبة السكر والدسم قليلة جدا فيها، من أطيب الكيكات ممكن تاكلوها. وبصراحة أخذتها من كيكة ألمانية مشهورة جدا، تباع في الأفران وتنعمل بكتير أشكال. ورح نعملها بمقادير موجودة في المطبخ، والمقادير رح تظهر على الشاشة ورح نذكرها في الفيديو. بتمنى لكم مشاهدة ممتعة لتفاصيل الفيديو. بالبداية رح أضع 200 جرام من الزبدة غير مملحة، زبدة طرية. ورح أضع 2 الكوب سكر خشن، ورح أخلط السكر مع الزبدة. رح أخلط السكر مع الزبدة لدقيقة أو دقيقتين لحتى تصير الزبدة كريمية ويدوب عندي السكر تقريبا. ممكن تشتغلي على ايدك بالمشبك الغير الكهربائي، بس بدها جهد وبدك تخلطي بايدك. رح أضيف 4 صفار بيض. أنا فصلت الصفار عن البياض، والصفار بحرارة الغرفة. رح أضيف الفانيليا السائلة، ممكن فانيليا بودرة، والفانيليا السائلة بتعطي طعم مميز بالكيك. رح أرجع أخلط البيض مع الزبدة. بهاي المرحلة رح تعطيني قوام كيك هش وبتدوب بالتم. بس لمجرد دقيقة رح أخلط ووقف الخلط. عندي كريمة البندق، رح أضيف معلقة كبيرة من كريمة البندق. بما أنه نحن عاملين كيكة البندق، فرح ناخد معلقة كبيرة من كريمة البندق. رح تعطيني طعم كتير طيب. ورح أرجع أخلط كريمة البندق مع المكونات، تختلط كلها مع بعض. عندي 200 جرام من البندق المطحون أو طحين البندق. طلع عندي بالأكواب المعياري كوب وتلتين وربع، يعني كوبين إلا شوي. ورح أضيف كوب من الطحين. حطيت فوق الطحين البندق كوب طحين، أنا استعملت الأكواب المعياري. ورح أنخل الطحين فوق المواد الجافة. كتير مهم ننخل المواد الجافة بالكيكة. ورح أرجع أخلط كلهم مع بعض، بس مجرد يختفي عندي المواد الجافة رح أوقف الخلط. أنا ما بدي شغل خيوط الجلوتين، بدي كيكة طرية هشة مو قاسية. بعد ما خلطتهم مع بعض رح أضيف البيكنج باودر معلقتين صغار مقاس. ورح أرجع أخلط البيكنج باودر مع خليط الكيك. شايفين طريقة الكيكة كلها خلط بخلط، ما بتاخد معك نصف ساعة ورح تاخدي أروع وألذ كيكة مغذية. على جنب عندي 4 بياض بيض، رح أحطهم بوعاء ورح أخلطهم لحتى يتكاثف عندي بياض البيض ويصير حجمه ثقيل مثل الغيم. شايفين هيك انتهيت منها. رح أضيف بياض البيض شوي شوي على خليط الكيك ورح أخلط. وبطريقة خفق بياض البيض رح تعطينا كيكة هشة بشكل فظيع، ورح تاكلي كيكة مختلفة عن كل الكيكات اللي أكلتيها. رح ضيف كل باقي بياض البيض على الكيك. وهون ما احتجنا لا حليب ولا لبن، لأنه هالكيكة بتنعمل بهاي الطريقة.
هون بعد ما خلصت من خلط بياض البيض مع الكيك، عندي قالب الكيك دهنته بالزيت، حطيت من الأسفل ورق زبدة، وراح أفضي خليط الكيك فيها، وراح أرتب السطح، وراح أدخلها الفرن على حرارة 160 من تحت فقط. أنا فرني من الحرارة بياخد لون من فوق. وهيك بعد ما طالعتها من الفرن أخذت معي 40 دقيقة. عندي صوص شوكولا بالحليب، راح أغطي الكيكة فيها، راح أحطها بالميكروويف، كل شوي راح أحركها لحتى تذوب عندي الشوكولا. هون بعد ما بردت الكيك على الآخر راح أفكها من القالب، وراح أحطها بصحن التقديم، وراح نشوف كيف راح نزينها ونغنجها وندلل حالنا فيها. راح تنشال معي بكل سهولة، والشوكولا صارت جاهزة. وراح أغطي الكيكة فيها. أنا استعملت 200 جرام من الشوكولا بحليب. هون لأنه نسبة السكر فيها قليلة، فرح نعدل الحلاوة بالشوكولا. متخيلين معي طعم البندق مع الشوكولا. ورح صبه بشكل عشوائي كل كمية الشوكولا، رح أحطها بعدين بسباتولا أو بأي معلقة إذا ما كانت سباتولا متوفرة عندك. رح أمسد السطح ورح أوزع الشوكولا بشكل متساوي على الكيكة. متخيلين معي طعم البندق مع الشوكولا. بتمنى تجربوا هالكيكة لأنها كتير سهلة، والأهم إنها كتير طيبة. وعلى السطح رح أحط شوية بندق محمص، رح أعزز نكهة البندق أكتر. وعلى الأطراف رح أحط دود أحمر، رح يكسر لي اللون وتتجانس مع الطعمة. كيكة شكل وطعم بياخد العقل. بتمنى تدعموا الفيديو، وما تنسوا تضغطوا على زر الجرس إذا كنتوا جديد على القناة، وبتعطوني دافع قوي نزلكم فيديوهات جديدة. ما تنسوا تشاركوه مع أصحابكم وأحبابكم، وبشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم.